السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم نبيل من قناتكم نبرة رياكشن. اليوم حلقة جديدة ورياكشن جديد بخصوص مقابلة المنتخب المغربي الأولمبي ضد نظيره المنتخب العراقي الشقيق. وصلتك الحلقة اضغط زر الإعجاب فضلا وليس أمرا وتابعنا باش يوصلك آخر جديدنا. ندخلوا في الرياكشن مباشرة مع أول رياكشن بخصوص المدرب طارق السكيتيوي. طارق السكيتيوي دخل اليوم للمقابله بشكل رسمي. الكرافه طنعمه سيدي والكومبلي، كانت الجديه على الملامح ديالو وبانت الجديه تاع على ارضيه الميدان. من هذا المنبر تنوجه تحيه كبيره لاشقائنا الشعب العراقي الشقيق، الناس ديال الكرم والنخوه. هارد لاك لكم في باقي المسابقات العالميه والاسيويه والبطولات القادمه ان شاء الله. المنتخب العراقي ما كانش اليوم الخصم الند للند، ما كانش هذاك الخصم الشرس اللي كنا تنتوقعوا. كانوا تا هما عندهم فرصه انهم يبحثوا على 3 نقاط ويدوزوا تا هما الربع النهائي او على الاقل نقطه وينتظروا المقابله الاخرى ما بين الارجنتين واوكرانيا. لكن المنتخب العراقي خانته بزاف ديال الامور النفسيه والبدنيه، وكانت فوارق كبيرة ما بين المنتخب العراقي والمغربي، وهذا كان متوقع. المنتخب المغربي يتوفر على لاعبين يلعبون في أحسن البطولات وأفضل البطولات الاحترافية الأوروبية والأندية. المنتخب العراقي عنده منتخب تلعب في الفرق المحلية في العراق، لذلك لم يكن هناك ندية، كانت فوارق كبيرة بانت على أرضية الميدان. المنتخب العراقي الذي اختار أنه يدافع، تفاجئنا، أنا خصوصا تفاجأت أنه منتخب يدافع من بعد الهدف الأول والثاني والثالث. ما كنتش ننتظرها، لأنه كانت أحسن حاجة يديرها المنتخب العراقي أنه يهاجم، ولكن تعرض لانتقادات كثيرة في المقابلات السابقة. والعراق كانت تلعب بواحد العقليه ديال انها ما تاخذش بزاف ديال الاهداف ضدها، لذلك لعبت بهذه الطريقه. وباش تكون مدافع خاص يكون عندك منتوج كروي ذو جوده اكثر من هذا، ولاعبين ذوي خبره اكثر من الذي رايناه في المقابله. المنتخب العراقي خانته بزاف ديال الامور كما قلنا، بدنيه نفسانيه، وحتى اللاعب ديالهم كان دفاعي اكثر، وحتى انهم لم يكونوا في المستوى باش يديروا هجمات مرتده. لذلك كنا نرى ان المنتخب المغربي يكسر تلك الهجمات المرتده في الوسط قبل ما تبنى، لأن المغرب دار واحد الضغط كبير جدا على المنتخب العراقي من اول رمق المقابله حتى اخر انفاسها. المنتخب العراقي دخل مندفع شيئا ما، حاول انه يلعب بعنف، لعب شويه ديال الاغريسيفيتي، كان تيدخل تدخلات عنيفه على لاعبي المنتخب المغربي، ولكن الحكم لاحظ هذا الشيء، حاول يسيطر على المقابله ديالو، خرج كروت صفراء اللي خلات شويه لاعبي المنتخب العراقي انهم يتكالماو، انهم ما يلعبوش بديك الطريقه اللي داخلين بها، ارتاؤوا او انهم يرجعوا للدفاع 100%. ولكن عندما تدافع وانت لديك لاعبين ذو خبره قليله او مدافعين قليلي الخبره وسهل اختراقهم، فانت تغامر. وهذا الشيء اللي دار المنتخب العراقي، دفعتي بدون ما تحاول انك تهجم، لدرجه ان النف ديالك ايمن حسين تا هو كان تيرجع باش يدافع. ما كانتش استراتيجيه من المدرب صحيحه، وخصوصا اننا شفنا انه الاعلام انتقد بزاف لاعبي المنتخب العراقي وانتقدهم على الاداء ديالهم. اعترف بان المنتخب المغربي ذو جوده عاليه، ولكن كان يمكن ان يلعبوا افضل من ذلك امام المنتخب المغربي. انا معاهم في هذا الراي هذا. العراق ما لعبتش بواحد الخطه اللي بينات انها ممكن تخرج بعد الهدف الاول او الثاني او الثالث، لعبوا من اجل الدفاع وفقط من اجل الدفاع، وكانوا تنتظروا بعض الاوقات غير الصفاره ديال نهايه المقابله. وداك الشيء اللي وقع في الشوط الثاني. الشوط الثاني المغاربه ما كانوش حاضرين، العراقيين كان عليهم انهم يديروا رد الفعل. انتظرنا رد الفعل الذي لم ياتي وخسروا ب3-0. كما قلنا سابقا، نحن لا ننتقد من اجل الانتقاد فقط، انتقاد البناء جميل جدا ويزرع الفعاليه في انفس المنتقدين،
وتيخليهم يلعبوا شويه بواقعيه، وتيخلي بزاف ديال الامور تتغير وشفناها على ارضيه الميدان. المنتخب المغربي دخل من اول انفاس المقابله وهو مندفع، كان جاي وعارف شنو خاص يدار، الواقعيه والفعاليه اللي تكلمنا عليها في الحلقات السابقه هي اللي شفنا تصحيحها في هذه المقابله ضد العراق. المنتخب المغربي ما عنده حتى مبرر، منتخب اللي جا رابع كاس العالم في قطر مؤخرا، وسميتنا المنتخب المغربي كما اقول دائما عندنا منتخب كبير في جميع الفئات، جميع الفئات فيها منتخبات جميله جدا. المنتخب ديالنا فيه فئات وفيه ناس وفيه حتى المسؤولين وحتى الاداريين، فيه ناس كفاءات كبيره، فيه لاعبين محترفين في دوريات اوروبيه جيده جدا. علاش تنخافوا؟ علاش تنلعبوا بحذر؟ حنا سميتنا المنتخب المغربي الان علينا مسؤوليه كبيره، اللي هي اي خصم غادي يجي قدامنا غادي يبغي يدير معنا ماتش جميل، ولو يجيب التعادل راه انجاز بالنسبه ليه. لذلك منين تيدخل المنتخب المغربي خصو يعرف المرمى فقط، خصو يندفع ويسجل فقط، ويحاول يسيطر على الدفاع والوسط والهجوم باش يكون تكامل ما بين مكونات والافراد ديال المنتخب المغربي في اي مقابله. هذا الشيء هضرنا عليه وشفناه الحمد لله البارح. المنتخب كان مندفع، الخصم كما قلنا ارتعى الدفاع. كنت تنقول بانه ممكن بعد الهدف الاول او الثاني اننا نلعبوا بشويه ديال التوازن او نرجعوا شويه اللور، لا الحمد لله سكيتي ويعرف شنو خصو يدير وشنو خصو يكون وماذا يجب ان يكون. لذلك ارتأى انه يهاجم الشوط الاول كامل وسجل 3 ديال الاهداف في مده ممكن نقول ديال ما بين 30 حتى 40 دقيقه. الهدف الاول سي حكيمي، تحيه كبيره، سي حكيمي لاعب كبير. هاد البطوله شفتك مهاجم اكثر من انك مدافع، والحمد لله هاد الخطه هادي عطات الاكل ديالها. غير هو نصيحه، حكيمي حبذا انه يبعد على الضربات الثابته ويلعبهم، نوجدوا لاعب اخر يلعب الضربات الثابته، لانه حكيمي ما بقاش عنده داك التركيز اللي كنا تنعرفوا في البدايات ديالو في المنتخب المغربي في الضربات الثابته، خصوصا الاخطاء اللي خصنا حتى هي نستغلوها لانه داخله في استراتيجيه ديال كره القدم. الحمد لله حكيمي كان هو وراء الهدف الاول راوغ لاعبين بطريقه جميله جدا، ما نقدروا نقولوا غير ديال اللاعبين الكبار. اعطى الكره في طبق من ذهب لصاحب القامه الطويله سير ريتشاردسون، سجلها بالراس. كان الهدف الاول جميل. الهدف الثاني جا من عرضيه رجعات من الدفاع او من الحارس ديال العراق، لقات سي رحيمي اللاعب الواعد اللي مازال يقول الكلمه ديالته في ميادين كره القدم. وكما قلت سابقا بغيت نشوفوه في الدوريات الاحترافيه الاوروبيه، ولما لا شي فريق يكون كبير، ايطاليا او اسبانيا او انجلترا المانيا، ولما لا فرنسا حتى هي بدرجه اقل. رحيمي لاعب واعد جدا، ممكن تشوفوا بزاف ديال البلايص، اللاعب اللي ما ممكنش تفرض عليه الرقابه بطريقه صارمه، لاعب اللي داير بحال سواريز اذا جازت المقارنه، اللاعب اللي ممكن انه يهرب لك من هذيك الرقابه وما تعرفش التحركات ديالو وما تعرفش شنو في راسو، لاعب يجيد التمركز كما قلنا وتموقع. سجل الهدف الثاني، كنا مرتاحين، كنا تنقولوا بانه غادي يكون رد فعل من المنتخب العراقي، ما جاش ذاك رد الفعل وما كانش نهائيا. جا الهدف الثالث جا من اللاعب الجميل اللي انتقدته وعندي عليه بزاف ديال التحفظات، ولكن اليوم تنقول لك برافو سي الزلزولي. اليوم سي الزلزولي زلزلنا بهدف ثالث رائع جدا من خارج الكاري 18، جابها في 90 في الشبكه. الهدف اللي ممكن نعتبره بانه من اجمل اهداف هذه البطوله ديال الاولمبياد 2024. الزلزولي كان واقعي، ما دارش ديك الطريقه ديال الزياده من راس الحمق، لعب واقعي، كان معقول، كان خاطر كما تنقولوا، كان لاعب تيبان بانه مخضرم، ما كانش تيدير العشوائيه او المراوغات الزائده، كان تيدير اللي عليه. وداك الشيء اللي قلنا انه خص تخدم عليه مع المعد البدني او مع المعد النفسي، والسي السكتيوي تيبان بانه دار اللمسه ديالته في هذه المقابله وعطانا رد فعل كبير من بعد انتكاسه مقابله اوكرانيا اللي كانت مقابله الشمتة كما سميناها. كما قلنا رحيمي هو الهداف ديال هذه البطوله لحد الساعه ب4 ديال الاهداف،
ورحيمي يكسر حتى الرقم القياسي وخدا من عند السي فراس الله يذكره بالخير الهداف ديال المنتخب الاولمبي المغربي ب4 اهداف. كما قلنا اننا لا ننتقد من اجل الانتقاد فقط، ولكن انتقاد البناء تيجيب هادشي اللي شفنا في المقابله ديال المنتخب المغربي ضد نظيره المنتخب العراقي الشقيق. ومن هذا المنبر تنعاود قلنا ما عندنا اي مشكل مع اي لاعب مغربي، الحمد لله نحن ننتقد انتقادا بناء من اجل ان نرى منتخب مغربي افضل، ومن اجل ان نرى تصحيح الاخطاء هجوميا، ومن اجل تصحيح عدم الفاعليه امام المرمى. الحمد لله شفنا اللاعبين اليوم داروا اللي عليهم، ثبتوا ارجلهم على ارضيه الميدان بالحديد ولعبوا بالقلب وبالروح وبشراسه، والحمد لله سجلوا 3 اهداف. على الرغم انه في الشوط الثاني ما كانش المنتخب المغربي اللي تنعرفوا، ولكن على الاقل عرفنا شنو هي التشكيله الاساسيه اللي غادي نعتمدوا عليها في قادم المباريات، وخصوصا المباراه القويه التي تنتظرنا ضد المنتخب الولايات المتحده الامريكيه، الذي يظهر انه منتخب عنده فاعليه اكثر وواقعيه على المنتخب العراقي. الحمد لله تفادينا المنتخب الفرنسي اللي هو العقده دائما في جميع البطولات عندما تقابل المنتخب المنظم فهي عقده، لانه تيكون مع الجمهور تيكون واحد الضغوطات نفسانيه تتكون غير مع راسك مضغوط. لذلك منين تفادينا المنتخب الفرنسي كان افضل وكان احسن. ان شاء الله نهار الجمعه غادي نلعبوا ضد المنتخب الولايات المتحده الامريكيه في العاصمه باريس. نتمنى حضور جماهيري، وهذا مفروغ من هذه الهضره هذه مفروغ منها، غادي يكون حضور جماهيري. الجاليه المغربيه الحمد لله دايره الدور ديالها كما يجب. نتمناو الخير ان شاء الله. كما قلت تنقدم واحد التحيه كبيره لجميع اللاعبين المغاربه على الواقعيه ديالهم في المباراه، ولكن اليوم جا الدور انني نقدم تحيه كبيره لواحد اللاعب اللي هو اسامه الوحيدي. كارفاخال صغيور كما قال الاعلام، لاعب طموح شرس، تعرف يدير داكشي اللي خصو يدار في الوقت اللي خصو يدار بدون زياده او نقصان. لاعب واعد ان شاء الله، ونتمنى نشوفوه في بطولات كبيره ابار البطوله البلجيكيه، نتمنى نشوفوه في بطولات ما اكبر ان شاء الله. في الشوط الثاني ما بانش المنتخب المغربي، كنا تنتظروا بانه يكون رد فعل المنتخب العراقي، لم ياتي ذلك الرد الفعل نهائيا. المنتخب العراقي بان انه ينتظر صافره النهايه من الحكم، وداك الشيء اللي كان راه وقع، وصفر الحكم نهايه المقابله ب3-0. دخلوا لاعبين حاولوا انهم يزيدوا الهدف الرابع. ممكن في الشوط الثاني نقولوا بانه ما كانتش الواقعيه، ولكن ما كانوش اللاعبين الاساسيين اللي بداو الشوط الاول، لذلك لا يمكن ان نحاسب منظومه لاعب ناقص او لاعب زايد ما تقدرش تحكم عليه، خصوصا انك خصك تشوفوا لاعب وسط المنظومه الاساسيه او الرسميه. لذلك ما غنقول حتى على شي لاعب انه زقل انه ضيع ما استغلش. الشوط الثاني ارتئينا اننا نريحوا بزاف ديال اللاعبين، خصوصا مع الاصابه ديال رحيمي اخوماش، كان ضروري اننا نريحوهم من المقابله القادمه. الحمد لله عندنا 3 ايام باش نرتاحوا. نتمنى نشوفوا مقابله رائعه، وتنتظروا مقابله قويه جدا ما بين المنتخب الاولمبي الارجنتيني والمنتخب الفرنسي، خصوصا بعض المشاكل اللي بيناتهم في الاعلام، بعض السباب، بعد كوبا امريكا اللي خداتها الارجنتين، لاعبين سبوا او شمتوا في لاعبي المنتخب الفرنسي. وهذا الشيء بدا قديما من كاس العالم في قطر، بعد ما خدات الارجنتين كاس العالم ضد المنتخب الفرنسي في النهائي. كانت مشاكل، كانت مواجهات في الاعلام، كان سباب، كان شتائم، ولكن نتمناو تبقى الروح الرياضيه. تنطلع لذاك الماتش نشوفوا لانه غيكون ماتش قاصح جدا، غيكون ماتش في المستوى ان شاء الله، خصوصا مع المستويات ديال المنتخبات اللي لعبه فيه اللي هي فرنسا والارجنتين. ونتمنى المنتخب المغربي ان شاء الله يدوز للنصف النهائي ويهزم المنتخب ديال الولايات المتحده الامريكيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.